اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا البيت كله مطلعه بره في الشمس كده، وعلى البرندة وعلى السطح بتاعنا زي ما انتم شايفين، وحايشه الملي بتاعت السراير بتاعتنا. وبصوا حتى مطلعه الكنب بتاعنا في الصاله عشان اطلع امسح المراوح بتاعتنا كده، عشان احنا عدنا بقى في الصيف. كل سنه وانتم طيبين. شايفين زي ما انتم شايفين كده كل حاجه مطلعاها بره، بس طبعا كل حاجة عايزة مجهود زي ما انتوا هتشوفوا معايا. وانا بقى مش هقول لكم هعمل ايه غدا ايه عشان تكملوا معايا الفيديو وهتشوفوا احلى غدا ممكن تعمليه، وسهل وبسيط جدا جدا جدا. بس ما حدش ينسى اللايك والاشتراك في القناة. طبعا كده انا كنت بنفض الاوض وبكنس بقى الاوض، انتوا شفتوها معايا كذا مرة. وده طبعا امسح المراوح بتاعتي زي ما انتوا شايفين المروحة عاملة ازاي. هوريها لكم بقى بعد ما تتمسح كده وتتنضف، عشان بيتحط عليها اي. شايفين بقى بعد ما اتمسحت، شايفين يا سيدي، شايفين بقى النظافه، والله نظافه حلوه جدا جدا. طبعا كده انا بدات طبعا افرش الميلي كده، واوضه باوضه كده، وسرير بسرير زي ما انتم شايفين. وبعد ما نخلص يلا بقى نخش على الغدا. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى متابعين في الدنيا. طبعا محدش ينسى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا بجد وحشتوني جدا جدا جدا، وبشكركم جدا جدا من قلبي على سؤالكم عليا، وبحبكم احلى اخوات في الدنيا داخل مصر ومن خارج مصر. وبشكركم على سؤالكم وعلى تعليقاتكم الحلوه وعلى جبران الخاطر اللي بتعملوه. ربنا يسعد قلوبكم ويفرحكم ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. زي ما انتم شايفين بتعملي ايه كده يا منى؟ انا هعمل معاكم صينيه فراخ بالبطاطس في الفرن، انما ايه خطيره تستاهل بقكم. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بجيبه بصل طرنشات زي ما انتم شايفين، وليمونه طرنشات برضو. وكنت حطيت على التقليه بعد ما اتسبكت معلقه توم ومعلقه بصل مخرطاها برضو ناعم زي ما انتم شايفين كده. بدات طبعا اجيب البصل، بتاعي، وحطيت الفلفل طرنشات وبصل طرنشات وليمون طرنشات وبطاطس طرنشات، كل حاجه تعمليها طرنشات كده. وتجيبي في الصينيه بتاعتك الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين بقى التقليه بتاعتي حاجه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا بقى هجيب البهارات بتاعتي معايا، هحط معلقه كمون صغيره، واحط 7 بهارات زي ما انتوا شايفين كده، وماشيه معاكم خطوه خطوه. حطيت معلقه كمون ومعلقه والسبع بهارات. وهجيب بقى كيس التوابل اللي انتوا شايفينه ده اللي انا كنت اشتريته معاكم. وهحط ملح، طبعا ما تكترش ملح لان انا حاطه ملح في التقليه بتاعتنا وهي بتتسبك، فانا حطيت ملح كده ايه بسيط. فاجيب بقى التوابل بتاعتي، انا حطيت زي ما انا قلت لكم معلقه كمون والسبع بهارات. وهحط ايه، تحط ايه تاني يا منى؟ هحط معلقه فلفل اسمر صغيره، بتدي لصينيه الفراخ طعم وريحه، وبتديها طعم يعني بسم الله ما شاء الله خطير كده. حطيت طبعا معلقه فلفل اسمر صغيره، واحط معلقه كزبره، بتودي صينيه الفراخ بصراحه في حته تانية خالص خالص. اقوم حاطه معلقه كزبره ناشفه كده ناعمه، واقوم حاطه ايه تاني، حاطه معلقه شطه حاره. ايه وانت مش عايزه تحطي طبعا شطه حاره ما تحطيش براحتك، بس انا ايه حطيت معلقه، نص معلقه صغيره جدا جدا، تديها كده طعم. يعني اي حاجه سبايسي كده بتبقى لها طعم كده، بصوا يعني حاجه كده فاخر من الاخر، حاجه تفتح نفسك كده وانت بتاكلي. انا كده حطيت التوابل بتاعتي كلها، هبدا بقى اقلب البطاطس على البصل الطرنشات على الفلفل على الليمونه على البهارات، كل ده اديله كده تقليبه زي ما انتم شايفين. واقوم جايبه بقى ايه الفراخ بتاعتي. انا قبل ما اعمل الفراخ في صينيه البطاطس بحب ادي الفراخ بتاعتي تشويح يعني لو ما اديتهاش التشويحه قبل ما احطها في الفرن ما تستطعمش كده، يعني ما تستطعمش بالفراخ بتاعتي. وهقوم جايبه بقى طبعا قرفه خشب ورق لورو، واحط حبهان ومستكه وقرنفل واي حاجه بقى عندك من البهارات الحلوه دي تحطيها عشان تظبط معاك الطعم. هجيب طبعا الفراخ بتاعتي، انا اديتها تشويحه كده على البوتاجاز، يعني بدات اديها تشويحه كده ببصله ببهارات برضو. لازم اديها التشويحه قبل ما احطها في صينيه البطاطس. لو ما اديتهاش تشويحه وابقى اعملها كله ني في ني، احط الصلصه والبصل والبطاطس والفراخ وكله ني في ني. بس بحبها دايما اديها تشويحه قبل ما تدخل الفرن، ما استطعمش بطعمها ابدا. وهتشوفوا معايا بقى احلى صينيه فراخ بالبطاطس، والله يا جدعان خطيره. جربوها كده وامشوا معايا على الخطوات، وهستنى تعليقاتكم في الكومنتات. وربنا ما يحرمني منكم ابدا، ويدومكم نعمه في حياتي كده يا رب.
وربنا يكبر خاطركم ويفرحكم، وكل اللي بيفرحني وبيحط لي لايك وبيسعدني بتعليقاته ربنا يكبر خاطركم ويسعدكم يا رب ويفرح قلوبكم دايما. طبعا بدات ارص الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، بعد ما حطيت بقى البصل الطرنشات والفلفل والحاجات والكلام ده كله والتحبيشات بقى بتاعت صينيه الفراخ، بدات ارص الفراخ بتاعتي كده في الصينيه. وده طبعا اللي نازل من تشويح الفراخ. هترمي الحاجه اللي نازله كده البهاريس يعني زي ما بيقولوا كده، لا طبعا انا مش هرميها، انا هحطها طبعا على الفراخ. بعد ما رصيت الفراخ هحط بقى البهاريس اللي انتوا شايفينها دي، شايفين ورق لورو ومستكه وحبان وبصل وكل الكلام ده هحطه طبعا على الفراخ. خساره طبعا نرمي اي حاجه في الايام اللي احنا فيها دي. فطبعا كده حطيت الشوربه طبعا ان انا شوحت بقى الدنيا دي كلها. واجيب بقى الصلصه بتاعتي نحط عليها معلقه توم وبصل، والصلصه بتاعتي شايفين بقى الصلصه وجمالها وحلاوتها. وده طبعا كده احطها على الفراخ بتاعتي، على البطاطس، تنزل كده على البطاطس، على حبه الحبشتكات اللي احنا حطيناها في الصينيه. وهاخد بقى وهجيب طبعا مش هحطها كده في الفرن، لازم بقى احط لها كوبايتين ميه صغيرين كده، عشان انا بس اديت الفرخه تشويحه. انا عايزه الفرخه كده تدوب، يعني تيجي تاكلي الفرخه حته الفرخه تلاقيها دايبه كده في بقك. فانا هحط لها طبعا كوبايتين ميه صغيرين عشان لسه هتكمل التسويه بتاعتها في الفرن. فانا كده بس بحط لها الميه يعني زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما حطيت لها الصلصه بتاعتي. وهز بقى الصينيه كده، ويلا بينا بقى ندخل الصينيه الحلوه دي الفرن، ونشوف بقى الجمال والحركات والتكات بعد ما الصينيه دي بقى خرجت من الفرن. لازم تستوى معاكي صينيه الفراخ. شايفين بقى يا سيدي يا سيدي والف يا سيدي على الجمال. شايفين البطاطس كده وجمالها يا سيدي، والبصل بقى داب كده في الفرن، والفلفل يا الله على الجمال. شايفين بقى الفراخ وجمالها وحلاوتها، والله العظيم يا جدعان صينيه فراخ تستاهل بقكم. شايفين الفراخ بتاعتي دايبه، لازم الفراخ بتاعتك تدوب كده في الفرن. تسيبيها كده بقى في الفرن وتحطها في الفرن وتروحي بقى تعملي اللي انت عايزاه. وراكي بقى غسيل تغسلي، وراكي اي حاجه ان كان في البيت تعمليها، وتسيبي بقى اللي في صينيه الفراخ بقى تاخد وتدي كده مع نفسها. الله 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 على الجمال. طبعا ده كان غدانا اهو، بعد ما طبعا سويت الفراخ وسقيت بقى الاكل بتاعنا. شايفين بقى الجمال والحلاوه. اتفضلوا بقى معانا الغدا، وما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.